السلام عليكم، معاكم هاشم داوود، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نسحب بصمات الموظفين من على برنامج زد كي. دي الانترفيس بتاعت برنامج زد كي، الابلكيشن اللي على الكمبيوتر. طبعا احنا بيبقى عندنا ايبيهات بعدد البصمات اللي موجوده عندنا، سواء في مكان واحد او في اكتر من مكان، لازم تكون كونكتد. دي البار اللي بيظهر فيها الايبيهات، ودي البار اللي بيظهر فيها اي اكشن انا بعمله على الابلكيشن، ودي الاتندنس لوج بتاعتي، ودي اليوزرز نفسها اللي متسجلين على البصمات. هنبتدي ان احنا نعلم على الايبيهات دي كلها مع بعضها كده بالشكل ده، وهنعمل لها كونكت من هنا. هيظهر عندي هنا الاكشن اللي بيتم دلوقتي. نوسع كده شويه. هو بيقول لي بليز ويت، هو بيعمل كونكت. طبعا في ايبيهات هيفيلد او هيفشل ان هو يعمل لها كونكت، وفي ايبيهات هيعمل عليها كونكت بسرعه، يعني بحاول اكتر من مره زي ما ظهر عندنا كده. في مكنه هي عمل لها كونكتد. اول خطوه بعملها بعد ما ظهر معايا ان المكنه بتاعه البصمه كونكتد بالشكل ده، زي ما هو ظاهر معايا، ظهر بلون مختلف كده. هعمل داونلود لليوزرز او للاكواد اللي متسجله على مكنه البصمه. داونلود من هنا، بيبتدي يلود معايا. وانس ان هو وصل ل 100% زي ما ظاهر معانا كده، هو جمع الاكواد اللي موجوده او اللي متسجله على البصمه. بقول اكس من هنا تاني، وابتدي ان انا اعمل داونلود للاتندنس لوجز. انا كده اول خطوه عندنا ان انا نزلت اليوزرز او الاكواد المتسجله. تاني حاجه ان انا هدون او هنزل البصمات اللي متسجله او اللي عملها الموظفين على المكنه دي. بيبتدي يعمل ريدنج داتا، وبعد كده هيبتدي يعمل لودنج زي ما ظاهر هنا برضو. سهم داونلود كده ظهر على المكنه اللي بيعمل داونلود من عليها. كل ده بيعمل لودنج، وكده بيبتدي يسيف الداتا زي ما ظهر معانا هنا كده. وعمل 100% وجمع الداتا. ببتدي اوسع كده شويه، ويظهر معايا ان في ريكوردز موجوده. كده احنا نزلنا البصمات. يلا بقى نعملها اكسبورت في شيت اكسل بره عشان نشتغل عليها. من اكلوج ببتدي احدد له انا عاوز البصمات بتاعتي من الى، وبختار التاريخ. انا مثلا محتاج من 1/7 لحد 23/7/25. بقول له سيرش، بيظهر معايا بصمات الموظفين بالشكل ده. عاوز اعمل لها اكسبورت، بضغط اكسبورت كده، بقول له اوكي. بختار اللوكيشن اللي انا عايز انزل فيه الشيت ده، الديسكتوب مثلا، ونسميه جولاي اتندنس. وبكده يكون عمل داونلود للبصمات اللي متسجله على مكنه البصمه دي. كده في حاله ان كانت مكنه البصمه عندنا زد كي. هيبقى في حلقه تانية عن ازاي ندون البصمات او نسحب البصمات من على مكن البصمه بهيج فيجن. دي كانت زد كي، التانية هتبقى هيج فيجن. ويبقى فيديو مشترك ما بين كل البصمات، سواء هيج فيجن او زد كي، اي مكن بصمه او اي فيرجن بصمات احنا بنتعامل عليه. هيبقى فيه فيديو موحد ازاي نحل مشكله تكرار البصمه، ان البصمات كلها بتيجي تحت بعضها زي ما هيظهر قدامنا دلوقتي. زي ما ظهر قدامنا دلوقتي، احنا جبنا البصمات تمام بتاعه الموظفين بالاكواد بتاعتهم. انتظرونا في الفيديو الجاي عشان نشوف ازاي هنعرف نحل ونفصل البصمات، بدل ما هي تبقى تحت بعضها بالشكل ده، تبقى ان واوت، ونحل كمان مشكلة تكرار البصمة.